السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي ما حقول لك اعمل اعجاب ولا اشتراك في القناة، داير منك حاجة واحدة بس، دايرك توصل المقطع ده لكل طالب في المرحلة الابتدائية خاصة الصف السادس والسابع والثامن، دايرك توصل الحلقة دي لمربي الأجيال وصانع الأبطال وحاملي سلاح الأقلام، دايرك توصل المقطع ده لأولياء الأمور ولكل حقوقي ولكل عالم ولكل مؤثر في السودان ولكل إنسان عنده غيرة على ربه على دينه على رسوله صلى الله عليه وسلم، دايرك توصل له المقطع ده وما داير منك حاجة تانية. رغم أن الشعب السوداني رفض وجود القراية في منصبه ده، رغم أنه غالب الشعب السوداني أيد حملة إزالة القراية، حتى المعلمين تحت إمرته ما راضين به، رغم الكلام ده كله ما زالوا العلمانيين مصرين على أنه القراية يكون قاعد في منصبه، أنه القراية يغير المناهج دي أهم عندهم من تغيير الاقتصاد، أنه القراية يضيع عقيدة البلد دي أهم عندهم من تحسين أوضاع المواطن من توفير الدواء. الكلام ده خلى القراية بعين قوية يستند على كرسيه ويعمل الدار يعمله، بل يقول أنه أصلا ما في زول أولى منه بالمكان ده وهو أكثر إنسان يستحق المنصب ده. قلت أنا ما بعرف في السودان زول مؤهل أكثر مني، لو بتعرفوا وروني له عشان نتعلم منه. الغطرسة والكبرياء اللي قاعد يعمل فيه القراي ده خلاه يعمل جريمة ما حصلت على مستوى التاريخ السوداني من قبل، أنه القراي عدو للإسلام ما في شك في الكلام ده، أنه القراي عدو للقرآن وعنده رأي في القرآن ما في شك في الكلام ده، أنه القراي داري يغير دين الرسول عليه الصلاة والسلام في السودان ما في شك في الكلام ده. لكن تعال شوف معاي القراي عمل شنو في المناهج، حذف ودخل نقطة نقطة. شوف القراي حذف شنو ودخل شنو. خذ معاي على سبيل المثال كتاب القبس للصف الثامن، حذف الوحدة الأولى والوحدة الثالثة والوحدة السابعة والوحدة الثامنة والوحدة 13. يا ربي حذف الكلام ده لشنو؟ داري يقلل من نسبة القراءة عند الطالب؟ لا، كل الحاجات الحذفة دي إما هي حاجات تدعو للعقيدة الصحيحة أو حاجات تعظم القرآن أو حاجات تعظم اللغة العربية. الوحدة الأولى وهي أول وحدة في كتاب القبس بادية بآية كريمة تتكلم عن التوحيد وعن العقيدة الصحيحة شالها برا. الوحدة الثالثة تتكلم عن مسجد الحمراء وسقوط الأندلس وجروح فلسطين، تربط الطالب بالماضي بتاعه وبالجرائم اللي عملت الحملات الصليبية. حذف الوحدة كلها، حذف الوحدة السابعة كاملة لأنها تتكلم عن الحضارة الإسلامية ودورها في النهضة الأوروبية وعن خطبة أبي بكر الصديق. حذف الوحدة الثامنة كاملة لأنها تناولت علم من أعلام الثقافة الإسلامية والعربية الشيخ محمد نور حسن. حذف الوحدة 13 من كتاب القبس لأنها تتناول القرآن وكيفية جمع القرآن وتعرف الطالب كيف الصحابة جمعوا القرآن الكريم وحفظوه للناس في كتاب واحد. مشى لكتاب قواعد النحو للصف الثامن برضو، حذف من صفحة 53 لصفحة 85. لما قلبت الكتاب كده قلت يا ربي الزول ده حذف لشنو؟ الدرس الأول جبل مرة، ليش حذف المحل دي بالذات؟ لقيت بعد الدرس ده مباشرة درس بعنوان لغة الجميلة يمجد اللغة العربية ويغرس حب اللغة العربية في نفوس الطالب، حذفها كلها. ده كله لأنه القراء عنده بغض للغة العربية لدرجة أنه أساء للقرآن وأساء لرب العزة والجلال. ليه القرآن جاب اللغة العربية؟ القرآن ما جاب اللغة العربية لأنه الله ما عربي عشان يتكلم بالعربي، لأنه الله ما عربي عشان يتكلم بالعربي. لأنه القراء ما يؤمن بالحج كركن من أركان الإسلام. مشى لكتاب الفقه وحذف من صفحة 13 لصفحة 33 ودي كانت تتكلم عن الحج من أوله لآخره بتفصيل، حذف كلها. في نفس الكتاب كتاب الفقه للصف الثامن حذف من صفحة 79 لصفحة 116. حذف شنو يا ربي؟ حذف حاجات تتعارض مع قانون سيداو، تتعارض مع حقوق المرأة وحرية المرأة الجايين بها العلمانيين، تتعارض مع حرية الأطفال والميثاق الأفريقي لرفاهية وحرية الطفل. حذف الجزء اللي يتكلم عن الزواج وضوابط الزواج والمحافظة على النسل. حذف الجزء اللي بيتكلم عن المحرمات من النساء، ما يعرف الطالب منو المحرم عليه من النساء ومنو ما محرم عليه. حذف الجزء اللي يتكلم عن الأولاد وحقوق الأولاد على الآباء. الغريب أنه مشى لمادة العلم في حياتنا الصف الثامن برضو، الوحدة الأولى تتكلم عن الصوت، في آلات موسيقية وفي أنواع الآلات الموسيقية، ده كله خلاه. أول ما جاء للوحدة أو الصفحة تتكلم عن الأذن بدت بآية، حذف درس الأذن كله. مشى للوحدة اللي بعدها تتكلم عن العين والآلات والمبتكرين والمخترعين الأوروبيين والعلماء الكفار ديك، كله ده خلاه. لما وصل للصفحة تتكلم عن العين بدت بآية، حذف درس العين كله. مشى لمادة نحن والعالم المعاصر، حذف أول مقال في الكتاب اللي هو بيتكلم عن الدولة الإسلامية والحملات الصليبية، الصراع اللي حصل بين الإسلام والصليبيين زمان، حذفوا كل جملة وتفصيلة. طبعا دي ما كل الحاجات الحذفها، أنا بخدت لك رابط تحت راجع الحاجات الحذفها مع الكتب، تلقى الكتب موجودة في الإنترنت، لو بحثتها تلقى أنه أي حاجة حذفها عندها علاقة بالدين الإسلامي. أنا لما لقيت أنه حذف حاجة في الإنجليزي قلت يا ربي الإنجليزي حذف فيه شنو؟ أكيد الحاجة دي عندها علاقة بالإسلام.
وفعلا مشيت الوحدة رقم 5 الحذفة لقيتها تتكلم عن القائد عثمان دجنة. طبعا دكم والحاجات الأضافة للمنهج كوم تاني، كونه أنه يمجد الفرنسية سيمون دي بوفوار المشهورة بالعهر والفواحش والموقع على اتفاقية 1971 اللي بموجبها تم إلغاء الإجهاض، كونه أنه يمجد الشيرازي مؤسس الحركة البهائية والأب الروحي للفكر الجمهوري، كونه أنه يزيف الحقائق ويغير التاريخ ويقول أنه الصحابة ما دخلوا الإسلام في السودان، دخلوا الإسلام الصوفية، كونه أنه يعمل الحاجات دي ده كون براه، وأنه يسيء لرب العزة والجلال كون براه. تخيلوا يا جماعة جايب اللوحة العملة مايكل أنجلو اللي تجسد صورة ربنا سبحانه وتعالى وآدم والملائكة. إذا كنا نحن غضبنا لما الفرنسي أساء للرسول ورسم الرسول عليه الصلاة والسلام بصورة لا تليق، فما بالك إساءة لرب العزة، إساءة لربنا سبحانه وتعالى، إساءة لله. زول يرسم ربنا سبحانه وتعالى ويخط في المناهج الدراسية يعاينوه أجيال على أنه ده الله وده آدم وده الملائكة. إساءة لربنا سبحانه وتعالى، إساءة لربنا سبحانه وتعالى في المناهج السودانية، إساءة لربنا في مناهج تعلم لأجيال تطلع تعتقد أن الصورة دي صورة ربنا سبحانه وتعالى. والمصيبة أنه عاملة كشعار للنهضة الأوروبية، كشعار للنهضة الأوروبية. ده وين يا جماعة الكلام ده؟ وين الكلام؟ في دولة سودانية 99% منهم مسلمين ويعظم ربنا سبحانه وتعالى، يجي القراي يجيب لهم صورة ربنا. الآن كان واحد جاب الرسومات الرسموها الجماعة دي في الرسول وخدتها لنا في منهج. رأيكم شنو يا سودانيين؟ رأيكم شنو يا مسلمين؟ هل حتسكتوا على الكلام ده؟ هل حتخلوا الكلام ده يمر زي كده؟ القراي يجيب صورة ربنا، صورة ربنا، صورة ربنا سبحانه وتعالى يخدها لنا في المناهج عشان الطلاب كل صباح وكل مساء يشوفوها قدامهم في المناهج. إساءة لرب العزة والجلال، إساءة لرب العزة والجلال. والله الكلام ده أسوأ من الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام. كونك تجيب صورة لربنا سبحانه وتعالى أسوأ من أنك تجيب صورة للرسول عليه الصلاة والسلام. دي إساءة لرب العزة والجلال في بلد 99% منه مسلم، في بلد 99% منه ما يقبل الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يقبل الإساءة لرب العزة والجلال؟ كيف يقبل الإساءة للقوي العزيز المتين ذي الجلال والإكرام؟ وإساءة للملائكة، جايب الملائكة على أنهم نساء. شنو اللي يخليك تدخل الصورة دي في مناهجنا؟ ديك كفار وعملوها، انت شنو اللي يخليك تجيبها في المنهج السوداني تدرسها لأطفال ما يعرفوا أي حاجة عن الحاجات دي، وجاي مفتخر بها كمان الحضارة الأوروبية. وإساءة لأبونا آدم جايبه عريان وخاتيه قدام الطلبة عريان. تخيلوا يا جماعة ده منهجنا السوداني. تخيلوا القراي بيعمل شنو في السودان، تخيلوا القراي بيعمل شنو في أطفالنا. الحاجات العملة في الكتاب كثيرة لكن أعظم من دي ما في وأسوأ من دي ما في. كفر زي ده ما حصل دخل مناهجنا السودانية أبدا. أنا حاختم الحلقة على الكلام ده، وقبل ما أختم الحلقة عندي 4 رسائل. الرسالة الأولى لكل طالب يمر عليه كتاب التاريخ، أول ما تمسك الكتاب في يدك أشرط الصفحة اللي فيها الصورة دي، أشرط الصفحة وأحرقها. إذا سألك الأستاذ ليه شرطت الصفحة؟ قل له الصفحة دي تسيء لرب العزة والجلال، دي صورة تسيء لرب العزة والجلال. إذا لقيت ورقة تسيء للرسول عليه الصلاة والسلام حتخليها، إذا لقيت حاجة بتسيء للرسول صلى الله عليه وسلم حتخليها. ده ربنا، ده ربنا، ده ربنا جل وعلا. الرسالة الثانية للمعلمين، لمربي الأجيال، لصانعي الأبطال، انتوا السد الوحيد الممكن يوقف القراي، انتوا اللي بتعلموا الطلبة. أي حاجة فيها إساءة لربنا ما تقروها، ولو توقفوا المناهج كلها أي حاجة تسيء لربنا ما تقروها. الرسالة الثالثة لكل حقوقي، لكل زول عنده سلطة في السودان، لكل زول يخاف الله، لابد من فتح بلاغات في القراي، لابد من فتح بلاغات في القراي أنه يسيء لله جل وعلا، أنه يسيء لدين 38 مليون مسلم. أفتح فيه بلاغات، أفتح فيه بلاغات. ويا علماء السودان ومجمع الفقه استتيبوا الراجل ده، ما أن يشيلوا من منصبه بس، يحاكم على الإساءات اللي بيسيء بها لرب العزة والجلال. الرسالة الرابعة والرسالة الأعظم والرسالة الأقوى نرفعها لرب العزة والجلال، نقول له اللهم انتقم من القراي، اللهم انتقم من القراي، اللهم انتقم من القراي، اللهم انتقم من القراي. نقطة ننظم بها حياتنا وتهدينا الدرب الموزون، ننشر بها الوعي الهادف ونديك الزيت المضمون. نحن نجمع وانت توزع، لو بتشيل في كيس نايلون، ننصر بها وطننا وديننا وما نرضى النهج المعفون.